السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم، رب تكونوا بخير. طبعا الفيديو دوت مهم لكل جمهور الزمالك العظيم والمحبين المستشار مرتضى منصور وإدارة الزمالك ولكل الناس اللي بتحب نادي الزمالك. يا ريت تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا. هنتكلم فيه عن موقف إمام عاشور، وهنتكلم كمان عن موقف مصطفى فتحي، وهنتكلم عن الوكلاء اللي حتى الآن ما زالوا يدمرون في نادي الزمالك ومستمرين في تفضيل ورحيل نجوم نادي الزمالك الى اوروبا والى الاهلي او الى بيراميدز. هنتكلم في كل دوت، وكمان هنتكلم عن ان الاهلي بيسعى لخطف صفقه الزمالك، وهنتكلم عن حكم مباراه القمه. اول حاجه تعالوا نتكلم عن عرض وصل لمدرب الزمالك اوسوريو من منتخب الهندوراس. النهارده اعلن وكيل اوسوريو محمد الحبشي ان اوسوريو وصلوا عرض تدريب منتخب الهندوراس، وطبعا العرض كان المقابل المادي بتاعه مش كبير، وطبعا اوسوريو ابلغ ده وكيله برفض العرض، واوسوريو ابلغ اداره الزمالك ان هو مستمر مع نادي الزمالك، خصوصا ان هو عقد موسم ونص حتى الان، نص الموسم الحالي والموسم الجديد. نتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك والاوسوريو خلال المباريات اللي جايه، لانها مباريات مهمه جدا. وكمان هنتكلم ان ازاي مدرب زي مدرب الاهلي كولر ما بيجيش له اي عروض، رغم ان هو فايز بالدوري والكاس وافريقيا وسوبر وافريقي، تقريبا واخد كل البطولات. فانا مش فاهم ان ازاي المدربين دي ما بيجيش لها عروض، ومدربين الزمالك بس اللي بيجي لها عروض. يا ريت اي حد بيتفرج عليا يقول لي او يوضح لي ازاي ان كولر بعد كل البطولات دي ما بيجيش له عروض، والناحيه الثانيه في نادي الزمالك اي لاعب يتالق او اي مدير فني يتالق يجي له عروض من 500,000 نادي. انا مش فاهم، هو يعني الزمالك بس اللي متشاف؟ هو الاهلي بيلعب ماتشاته ما بتتذاعش مثلا؟ انا مش فاهم فيه بصراحه. نروح للحاجه اللي بعد كده. النهارده طبعا شوبير اعلن ان حكم مباراه القمه هيكون حكم مصري ما بين اثنين، محمود البنا ومحمود معروف، وقال ان تكلفه الحكم الاجنبي 4 مليون جنيه. دوت مبلغ كبير مش هيقدر يتحمله اتحاد الكره، والحكام المصريين كويسين والاهلي راضي بالحكام المصريين، وطبعا والاهلي موافق ان هم يكونوا حكام في مباراه القمه. مش هتفرق ليه دلوقتي شوبير ماشي واثق في الحكام المصريين والاهلي راضي عن الحكام المصريين؟ كلنا عارفين عشان الاخطاء اللي بتحصل في المباريات بتاعتهم، زي ماتش فيوتشر هدف صحيح لاحمد عاطف ما اتحسبش، ماتش الاسماعيلي هدف صحيح، وطول الموسم بقى ما تعدش. مش عاوز افكرك يعني احنا من اول الموسم كده ضربات جزاء ما بتتحسبش على الاهلي، ضربات جزاء بتتحسب للاهلي. فطبعا الحكام المصريين بقوا حلوين. السنه اللي فاتت شوبير كان بيقيم عزاء بعد الاستوديو التحليلي لاي مباراه الاهلي كان بيتعادل فيها او الاهلي اتغلب فيها، او مثلا في كره مشكوك فيها، كانت الدنيا بتقوم ما بتقعدش علشان ان الاهلي اتعادل او خسر مثلا وما اتحسبلوش ضربه جزاء مثلا ومشكوك فيها. ماشي، فده بنشوف النهارده ان شوبير راضي عن الحكام المصريين والاهلي راضي عن الحكام المصريين. ومين هيشهد العروس؟ يعني انا مش فاهم. ما طبعا لازم الاهلي يرضى عن الحكام المصريين ولازم شوبير يرضى عن الحكام المصريين. السنه اللي فاتت الحكام المصريين كانوا وحشين، ماشي، السنه دي الحكام المصريين حلوين. كلنا عارفين ليه؟ طبعا عشان الاخطاء التحكيميه اللي بتحصل في المباريات الاخيره. وطبعا لسه حتى الان الزمالك مش هيوافق على القرار دوت، لان الزمالك متمسك بحكام اجانب للقمه، وهنشوف ازمه كبيره قبل القمه كالعاده. ممكن الزمالك ما ينسحب من المباراه وما يلعبش، هنشوف الايام اللي جايه. ما تنساش تتابعنا عشان ان شاء الله كل جديد هيكون على قناه كوره ميكس. نروح للحاجه اللي بعد كده، موقف امام عاشور، موقف مصطفى فتحي. موقف امام عاشور اول حاجه كده، يحيى علي واحمد يحيى هم وكلاء بعض لاعيبه الزمالك، ومن اهمهم امام عاشور طبعا اللي رحل لنادي ميتلاند في يناير ب 3 مليون دولار. ويحيى علي هو وكيل اعمال امام عاشور، اللي طبعا عرض اللاعب على نادي ميتلاند وجاب له عرض وطلعه ب 3 مليون دولار. اللاعب ما ارتاحش ورجع مصر قبل ما يكمل التعاقد بتاعه، وعاوز يرجع مصر نادي الزمالك. اللاعب ما عندوش فرصه ان هو يرجع نادي الزمالك لان يحيى علي اهلاوي. يحيى علي افكرك ان هو وكيل اليوبادجي لاعب الاهلي اللي جه الاهلي لعب شويه وبعد كده الاهلي باعه للنادي مع اعاده نسبه بيع. يعني تخيل يحيى علي حاطط نسبه بيع في عقد اليوبادجي لصالح النادي الاهلي، وفي عقد امام عاشور حاطط نسبه بيع لصالح الشركه بتاعته. بعض جمهور الزمالك يا جمهور الزمالك اصحوا، ما تخليش حد يضحك عليك. انا بقول لك يحيى علي الاهلاوي، يحيى علي اهلاوي هو اللي جاب صفقه اليوبادجي، ولما جه يمشيه عشان بس يرضي اداره الاهلي وجمهور الاهلي وعشان يرجع يشتغل تاني، حط عقد نسبه اعاده بيع لصالح الاهلي. يعني الاهلي جاله 600,000 دولار لما النادي اللي كان فيه اليوبادجي اتباع دلوقتي. الناحيه الثانيه الزمالك اللي هو اصلا جايب سامسون وجايب ابراهيم نضاي وجايب بعض صفقات الزمالك، وطبعا كان سبب في رحيل اهم لعيبه الزمالك، بيفضل الفرقه لصالح النادي الاهلي وبياخد اللعيبه يعرضها على المنافس. ماشي، لسه حتى الان شغال مع اداره الزمالك، وميدو بيحاول بكل القوه ان هو يمنع اداره الزمالك او يمنع التعامل معاهم نهائيا. يعني حتى الان في حمله ضد ميدو من جانب يحيى علي واحمد يحيى بسبب
ان ميدو مش عاوزهم تاني في نادي الزمالك، ميدو مش عاوزهم تاني في نادي الزمالك، لان بيحصل حرفيا تدمير الناس ديت. وجمهور الزمالك لازم تصحى، الناس دي بتدمر في النادي. يحيى علي واحمد يحيى اتنين وكلاء اهلاويه، هو وكيل مصطفى فتحي وهو وكيل طارق حامد وهو وكيل تقريبا كل اللعيبه اللي مشيت من الزمالك، ابو جبل وكل اللعيبه ديت احمد يحيى ويحيى علي هم الوكلاء بتاعهم. عشان كده اي لاعب بيجي له فرصه بيطيره على بره بيودينا للمنافس، لازم نمنع التعامل معاه. على الناحيه الثانيه افكرك بحاجه بسيطه، كان في وكلاء اللي هم جابوا عبد الله السعيد، ميدو حزين، وفي وكيل تاني مش فاكر اسمه. الوكلاء دول اتمنعوا نهائيا من دخول النادي الاهلي، رغم ان عبد الله السعيد كان لاعب فري يحق له التوقيع لاي نادي. ورغم ده ان الاهلي اول ما عرف ان الاثنين وكلاء دول هم اللي ودوا عبد الله السعيد الزمالك ووقعوا عقد مع الزمالك، الاثنين وكلاء دول تم منعهم من دخول الاهلي وتم منع التعامل معهم نهائيا. حتى الان الزمالك بيتعامل مع يحيى علي. النهارده يحيى علي بيعرض امام عاشور على النادي الاهلي، وامام عاشور قعد مع عادل القيعي، وطبعا يحيى علي عرض على عماد توفيق ان هو يبعت عرض نادي ميتلاند على سبيل الاعاره لمده موسم بمليون و500 الف دولار على مع حقيه الشراء. وامام عاشور موافق. انا بقول لك ان امام عاشور موافق بعد رفض اداره الزمالك عوده امام عاشور مره ثانيه، وامام عاشور عاوز يرجع مصر. ماشي. وبيراميدز حتى الان ما دخلش في الصفقه بشكل قوي، فبنسبه كبيره امام عاشور هيكون في الاهلي في الصيف اللي جاي. طبعا ده لان احنا النادي بتاعنا سايبينه لشويه سماسره زي يحيى علي اهلاوي واحمد يحيى اهلاوي، فالاثنين بيعملوا لصالح الاهلي وفي نفس الوقت بياخدوا منك فلوس. يعني امام عاشور لو يحيى علي رجعوا النادي الزمالك مش هياخد نسبه اعاده البيع، لانه هو ضحك عليه في الاول فمش هينفع يضحك عليه تاني. فعشان كده يحيى علي واخد امام عاشور يوديه الاهلي عشان ياخد نسبه كمان من اعاده البيع، يبقى كسب من ناحيتين. ده الناس السماسره اللي بتدير نادي الزمالك للاسف. لابد من التدخل يا جمهور الزمالك، لابد. انا بقول لك اهو، انت من محبين المستشار، احنا دلوقتي بنقول لكم اللي بيحصل في نادي الزمالك ده غلط. الفرقه بتتفضى، وهو وكيل احمد فتوح، وهو اللي بيحرض فتوح على الهروب اكتر من مره، وكان عاوز يودي فتوح الاهلي. احمد يحيى كان عاوز يودي فتوح الاهلي. ماشي. الحمد لله ان هو مش وكيل زيزو، كان زمان زيزو في الاهلي من زمان. وهو وكيل كهربا. انت متخيل ان احمد يحيى هو وكيل كهربا، وهم اللي هربوا كهربا للبرتغال ورجع الاهلي، ولسه حتى الان الزمالك بيتعامل معاهم. انا مش شايف اي سبب من الاسباب ان الزمالك بيتعامل معاهم حتى الان ان الناس دي ماسكه عليهم زله او الناس دي كسر عينهم. ملهاش كلمه تانيه غير كده. نروح للحاجه اللي بعد كده، موقف مصطفى فتحي من العوده. طبعا كل الناس بتقول لك ده مصطفى فتحي موقع مع بيراميدز. بيراميدز جاب مصطفى فتحي من نادي التعاون على سبيل الاعاره مع حقيه الشراء، مع تفعيل البند يوم 1/6. بيراميدز حتى الان ما فعلش بند الشراء، وبكده يحق لاي نادي ان هو يخش يتفاوض مع نادي التعاون السعودي وياخد مصطفى فتحي. لاعب بتاعنا ومتاسس في نادي الزمالك، والزمالك هو اللي جايبه وهو اللي شهره. لابد من عوده مصطفى فتحي. هو نجم بيراميدز حاليا، هو اللي مكسب بيراميدز في المباراه الاخيره في الدوري بعد غياب رمضان صبحي وعبد الله السعيد. مصطفى فتحي هو نجم بيراميدز الاول. ماشي. لاعب دولي، لاعب عنده خبرات. اللاعب دوت لازم يكون في نادي الزمالك لو انت عاوز ترجع تنافس على البطولات بشكل قوي. ما ينفعش نعمل مشكله مع كل اللعيبه بتوعنا واولادنا ونطفشهم ونعمل معاهم مشاكل ونقول احنا اللي مشي مش عاوزينه والكلام ده. طب انت هتجيب مين؟ الدوري المصري كله انتاجه ضعيف، مفيش حد. تعالى زيكو لاعب الحرس الحدود، يعني افضل لاعب في الدوري، رغم ان هو بينه وبين مصطفى فتحي مسافه كبيره ب 40 مليون جنيه. اه والله، يعني ب 40 مليون جنيه في لعيبه ثانيه مفيش. فلازم اداره الزمالك تحافظ على لعيبتها. واي لاعب انا طلعته اعاره او طلعته بيع لاي نادي، جيت فرصه اللاعب بتاعي يرجع ليا ما ارجعه. ايه المشكله؟ لازم كل اللعيبه اللي تطلع اطفشها وما ارجعهاش تاني. هو ده نادي الزمالك؟ طب احنا هنلعب بمين؟ ماشي. وسيريو مدرب كبير بس عاوز صفقات كبيره، عاوز صفقات كبيره علشان يبتدي ينافس بقوه السنه اللي جايه، لان الاهلي دلوقتي بيعمل في فريق المستقبل. الاهلي بياخد كل الصفقات منك، داخل في كل صفقه انت عاوزها. فلازم اداره الزمالك تتحرك وتحاول ترجع مصطفى فتحي قبل ما يروح بيراميدز، وبعد كده نستحال على بيراميدز ان هو يبيعه لنا زي عبد الله السعيد كده. بقى لنا 3 سنين كل سنه نحاول نجيب عبد الله السعيد من بيراميدز، بيراميدز يقول لك 40 مليون و50 مليون ومش عارف ايه، وما يرضاش يدينا اللاعب. فقبل ما اللاعب يروح بيراميدز، مصطفى فتحي لاعب كبير قدامه لسه اقل حاجه 4 5 سنين، يقدر يديهم لنا الزمالك والزمالك هيستفاد بيه. ما عندناش لاعب اشول بعد شيكابالا، لان شيكابالا حاليا بيبعد، شيكابالا بيرجع يتالق فبيبعد فتره. فنتمنى ان يكون عندنا بديل لزيزو، بديل لمصطفى شلبي، لاعب زي مصطفى فتحي. لازم اداره الزمالك تخلصه عشان خاطر جمهور الزمالك العظيم ما يزعلش زي اللي حصل الموسم الحالي. الحاجه اللي بعد كده طبعا اتكلمنا عن موقف امام عاشور وموقف مصطفى فتحي. نتمنى ان الناس تاخد الكلام دوت بعين الاعتبار، لان الموضوع هيكون على الزمالك صعب، خصوصا ان زد الفرع الثالث للاهلي داخل بقوه وبياخد صفقات من الاهلي وياخد صفقات من الزمالك. وكمان دخل نفس الزمالك على صفقه الجناح اللي كان الزمالك بيخلصه من نادي الترسانه، واللاعب اتطرد بنسبه كبيره من زد. فانت عندك مارد رابع بينافسك على كل حاجه. يعني انت دلوقتي كان عندك بيراميدز وفيتشر والاهلي، دلوقتي عندك فرع ثالث للاهلي زد.
كل اللعيبه اللي الاهلي مش عاوزها هتروح زد او هتروح فيوتشر، وبعد كده الاهلي ياخد اللي هو عاوزه. يعني الاول كانت اللعيبه بتتقسم مثلا على الزمالك والاهلي، دلوقتي الموضوع هيكون صعب والدوري ما عادش فيه لعيبه كتير. يعني انت بصيت على الدوري هتلاقي اكتر من 2 3 لعيبه مميزين والباقي ما فيش، كلهم شبه بعض. نتمنى ان اداره الزمالك تلحق تخلص صفقاتها من بدري، زي ما قلنا امبارح او الحلقه اللي فاتت ان الزمالك واوسوريو معجب بمحمد شحاته لاعب وسط طلائع الجيش ومنتخب مصر للشباب. ماشي، يا ريت اداره الزمالك تتحرك. اداره الزمالك فين؟ محدش بيتحرك، محدش بيسمع. حتى الان الاهلي دخل في صفقه محمد شحاته، والاهلي عاوز يخطف كل الصفقات اللي الزمالك محتاجها. يعني الاهلي هياخد كل لعيبته النص اللي الزمالك بيفقدها، او هيعلي السعر من الاخر. يعني مثلا الاهلي بيعاملك زي رجعنا من 10 سنين، الاهلي كان بيلم كل اللعيبه المميزه يحطها على الدكه. الاهلي هيعمل كده، ياخد منك امام عاشور وداخل في صفقه محمود حماده اللي انت عاوزه، وخطف محمد رضا بوبو، وكمان داخل في صفقه محمود شحاته. حتى اللاعب المغربي رضا سليم اللي هو لاعب الجيش الملكي دغول في الصفقه هو وبيراميدز. فالموضوع على صعب، لازم اداره الزمالك تتحرك وتخلص صفقاتها من بدري. ففي بعض الزملكاويه هيقول لك ما انتوا اللي بتطلعوا تقولوا عن الصفقات. مفيش حاجه بتتخبى في مصر، كل الناس عارفه الزمالك بيفاوض مين والاهلي بيفاوض مين، ولكن اللي بيتحرك بسرعه هو اللي بيخلص الصفقه. دلوقتي امير توفيق في المغرب بيخلص صفقه رضا سليم لصالح الاهلي، لان الزمالك كان دخل في الصفقه لاعب مميز في نص الملعب، فالاهلي هيجيبه لان طبعا في احتمال كبير رحيل ديانج، وكمان بيجيب امام عاشور. فالزمالك هيكون صعب ان هو ينافس بدون نص ملعب قوي. بيراميدز عنده نص ملعب عالمي والاهلي عنده نص ملعب جامد جدا، فانت لازم تجمد نص ملعب بتاعك، خصوصا بعد رحيل طارق حامد وبعد رحيل فرجاني ساسي وبعد رحيل امام عاشور. فانا مش هفضل احرق دم طول الموسم والعب بمحمد الاشرف رؤى وعمرو السيسي ودول جاي شويه ماتش حلو وماتش وحش، فمش هينفع. ماشي، لازم حل من اداره الزمالك انها تخلص الفتره. وانا حتى الان رغم ان البطوله العربيه قربت، الزمالك حتى الان لم يبرم اي صفقات، بيفاوض بس. الزمالك حتى الان لم يتعاقد بشكل رسمي مع اي لاعب. سيبك من اي حد يقول لك على اليوتيوب او على الفيسبوك ان الزمالك اتعاقد رسميا مع اللاعب الفلاني، مفيش الكلام ده. الزمالك حتى الان بيفاوض بس. نتمنى ان احنا نتعاقد خلال الفتره اللي جايه ونخلص صفقاتنا بشكل بسرعه قبل ما الاهلي يخش وقبل ما بيراميدز يخش وقبل سعر الصفقه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. اشوفكم على خير، ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت على يوتيوب وتعمل متابعه للصفحه لو انت على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.